النهاردة هنتكلم عن مطبخ الإدارة، عن شوربة القرارات السخنة برشة مسؤولية. لو ريحة حريق بقت عادية في شركتك، لو الطاسات بتزن والناس بتتقلب من ضغط لا بيشبع ولا بيرحم، الحلقة دي ليك. الموظف مش حبة فاصوليا بتترمي في حلة كبيرة وتتنسى، ده مكون حساس ليه نكهته ووقته وطريقة طبخه. والقرار مش زرار نولع ونطفي من غير مقادير، القرار حرارة. لو علتها بدري قوي من غير ما تزود مية موارد وتسيب المكون يستوي، هيتحرق الطعم وهتكره الفريق في ريحة الشغل. المشكلة إن مدراء فاكرين إن الكفاءة تتعوض بتوابل كتير، اجتماعات أكتر، بروتوكولات أطول، ضغط 2024، وبعدين يتفاجئوا إن الطبق بقى مر، الطاقات اتحرقت والرؤية ماتت. وفي المقابل في قادة فاهمين إن السر مش في نار عالية طول الوقت، السر في الحرارة المناسبة والملح الصح والتذوق في وقته. الشطارة مش إنك تغلي الإبداع، الشطارة إنك ما تحرقش العقول. تخيل معايا المشهد اللي بنشوفه كل اتنين الصبح، مدير راجع من ويك إند متحمس يولع نار قرارات على آخرها. عايزين إطلاق خلال أسبوع، اجتماع كل يوم وتقارير كل آخر الساعة. ولا مية اتزادت في الحلة، ولا حد سأل المطبخ عنده غاز كفاية ولا لأ، ولا المكونات اتحضرت. النتيجة ريحة شياط في الكوريدور، ناس بتجري من ميتنج لميتنج وتسليم بيتأجل تاني. ده ملح اترمى قبل ما المية تسخن. الوصفة الصح بتيجي كده، ببساطة من غير فلسفة. الحرارة، قراراتك لها 3 سرعات. السريع للحاجات اللي فيها مخاطرة قليلة وتأثير عالي، خلصها خلال 24 ساعة. المتوسط للملفات اللي محتاجة بيانات زيادة، اديها 72 ساعة مع قائمة أسئلة واضحة. البطيء للقرارات المصيرية اللي بتغير طعم المنيو كله، خد لها أسبوع بقياس وتجربة صغيرة قبل التعميم. المية، الموارد والوقت، ما ينفعش تولع من غير ما تزود مية. لو زودت مهام لازم تزود مورد أو تشيل حاجة من على العين. الجملة السحرية: نزود مورد ولا نعيد ترتيب الأولويات؟ الملح، العدالة. الحوافز تتوزن بالأثر مش بالصوت العالي، اللي يزود الطعم يتكافئ واللي يلمي توابل شعارات يتسحب من إيده بعيد عن الحلة. التوابل، البروتوكول، شوية كفاية. اجتماع من غير قرار مكتوب هو بهار بيغطي مرارة الطبخة. التذوق، قياس في الميعاد. تذوق أسبوعي صريح، إحنا فين، إيه اتحسن، وإيه محتاج ملح زيادة. ودايما ما قبل الوفاة قبل أي إطلاق. لو هنفشل ليه؟ لو شركتك بتقول نحن مرنون وهي بتحرق الفرق تحت شعار المرونة، لو بتضغط الكفاءات عشان تمشي على جداول فاضية، لو بتغطي الفشل بصورة جماعية آخر السنة، اعرف إنك بتطبخ رأس مالك البشري بإيدك. والموظف اللي يطبخ صح بيطلع طبق نادر يغذي الكل ويسيب طعم ما يتنسيش، واللي يتحرق من غير خطة بيسيب رماد وذكريات تعب وضياع. عايز وصفة عملية تبدأ بيها من بكرة؟ خد ال7 خطوات دول كأنهم مقادير على الرخامة. 1. اكتب وصفة كل مهمة في 4 سطور: المطلوب، المالك، المدة، مؤشر النجاح. 2. طبق قاعدة 70% استماع و30% كلام في أي اجتماع. 3. اعمل تذوق أسبوعي 15 دقيقة للفريق اللي على العين مباشرة، مش اللي واقف عند الكاميرا. 4. قبل ما تزود حرارة زود مية، مورد، تدريب، أو تشيل مهمة من الطريق. 5. نفذ بروفة صغيرة لأي قرار كبير لمدة أسبوع وبعدها قرر التعميم. 6. وزع الفضل بصوت عالي على اللي طبخه بجد، ده بيرفع المورال وبيمنع سرقة الطعم. 7. اقفل باب المرارة بجملة ثابتة: كل اجتماع يطلع بقرار مكتوب، مالك، وتاريخ مراجعة. جمل هتحتاجها طول الأسبوع، سهلة وسريعة زي رشة ملح مظبوطة. خلينا نكتب الاتفاق على الجروب ونتابع بكرة. لو هنضيف المهمة الجديدة نزود مورد ولا نعيد ترتيب الأولويات؟ نجاحنا هيتقاس بإيه تحديداً وفين التاريخ؟ عايز أسمع اللي مش شايفه، مش اللي بيطبل لي كلامي. هنجرب على عينة صغيرة أسبوع واحد وبعدين نقرر. قبل ما تقفل بص حواليك وشم الريحة. هل القرارات بتغلي من غير قياس؟ هل التوابل غطت على طعم العدالة؟ هل المطبخ منور ولا شغال على همس ومجاملات؟ لو الإجابة وجعتك ما تتكسفش تغير النار. المدير الحقيقي بيطبخ القدرات، ما يقتلهاش بالنار العامية. النجاح مش في اشتعال البوتاجاز، النجاح في حرارة مناسبة وتوازن ونية صافية. عايز الحلقة دي تعيش وتتحول لفعل؟ اكتب لي في الكومنت مكون واحد ناقص في مطبخ شغلك: حرارة، مية، ملح، توابل، ولا تذوق. وقول هتزود ايه بكرة عشان الطبخة تبقى أعدل وطعمها أنضف. ومنشن الشيف اللي في فريقك اللي بيتعب على النار من غير صور. لو الكلام لمسك شارك الحلقة، ويمكن تكون الشرارة اللي تخلي مطابخ كتير تطبخ إبداع بدل ما تحرق ناسها.